اللي بقينا حاسين ان الوقت مفيش فيه بركه وبيعدي بسرعه جدا. واحنا صغيرين كان اليوم طويل، لكن دلوقتي الاسبوع بيعدي في يومين. الحقيقه ان الساعه زي ما هي 60 دقيقه هي 60 دقيقه. الاختلاف كله هنا في مخ. احساسنا بالوقت بيتاثر بثلاث حاجات. اول حاجه التجارب الجديده. لما تكون لسه صغير كل حاجه بتكون بالنسبه لك جديده. اول مره تروح مكان، اول مره تقابل حد، اول مره تتعلم حاجه، فمخك بيسجل كل ده في يوم واحد فبتحس ان اليوم اطول. وتاني حاجه الروتين. لما كل الايام تكون شبه بعضها، انك تصحى تنزل الشغل ترجع من الشغل وتنام، ده بيخلي مخك ما يخزنش تفاصيل جديده، فيحس ان الايام كلها عدت هوا. تعال نقطه رقم ثلاثة. تالت حاجه نسبه الوقت من عمرك. وانت طفل صغير عندك 4 سنين كانت السنه الواحده بتمثل ربع حياتك، لكن دلوقتي مع كل سنه جديده بتكبرها كل سنه بتمثل جزء اصغر من تجربتك، فبتحس ان هي ولا حاجه. عشان كده لو عايز تحس ان حياتك لسه فيها وقت، اقطع روتينك، جرب حاجه جديده، سافر، اتعلم. لان احيانا احساسك بالوقت مش بيتحدد بعدد الساعات اللي انت عشتها، بيتحدد بعدد اللحظات اللي انت فاكرها. اعمل فولو واستنى الفيديو اللي جاي.